انت حافظ الكلمات ديال الاغاني اكثر من المغني النيت، حيت بكل بساطه نهار كامل وانت داير لي زيات في ودنيك ما كتحيدهمش كاع، فاش كتجي تنعس، فاش كتمشي تريني، فاش كتجي تقرا، وبعض المرات حتى فاش كتمشي للطواليت. ما لاحظتيش باللي الاغاني هي اللي كتحكم فيك؟ اما تكون فرحان، اما تكون معصب، اما تكون حزين. وكاين شي اغاني كتسمع ليهم كتبدا تفكر في شي حوايج ولا تفكر في شي اشخاص في الماضي ديالك، اما كتحس بديك النوستالجيا والحمل كيتشوك، اما كتفكر شي واحد مشى وخلاك. الاغاني تقدر تخليك حزين وكاره الحياه في هاد الدنيا. حمزه هو واحد الدري اللي عاقب القلب، حتى هو كان كيسمع الاغاني النهار كامل، وقرر دابا باش يجمع راسو، حاول يقلل من الموسيقى ولا كيقرا القران ويسمع ليه، حيت لقى النفسيه ديالو كتحسن ولا كيحس بالراحه النفسيه. في وقت الفراغ ديالو كيسمع الكتب الصوتيه، بودكاست باش يطور من راسو ويطور المهارات ديالو للمستقبل. في هذا الفيديو نخليك ولا انت تعرف بلي الاغاني كتاثر عليك بشكل سلبي في الحياه ديالك. انا عارف وانت عارف بلي بزاف ديال الناس، ماشي بزاف ما يمكنش بدورهم، ما يمكنش يدوزوا نهارهم بلا ما يسمعوا شي موسيقى. كتسمع ليها وانت كتقرا، كتسمع ليها وانت طالع في الدروج وانت نازل، تقدر تكون سمعتيها قبل ما تشوف هذا الفيديو كاع. الاغاني باختصار هي كونترولر، ميكرو كونترولر اللي كيتحكم في المود ديالك وفي المشاعر ديالك. ولكن بلاتي فين المشكله بالضبط؟ الاغاني كتلعب لك بالنفسيه ديالك وتدمر صحتك وتاثر عليك بشكل سلبي في الحياه ديالك والتعامل مع بنادم. التاثير ديالها تقريبا بحال وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستا، تيك توك. وكاين بزاف ديال الناس مختلفين واش الموسيقى حلال ولا حرام في الدين ديالنا، وناسيين الجانب الحقيقي ديال الموسيقى والتاثير ديالها عليهم. انا غادي نوريك اسيدي كيفاش غادي تاثر عليك الموسيقى، واخا تكون من الناس اللي غادي يجاوبوني في كومونتيرات ويقولوا لي لا انا ما كنتاثرش، واخا تكون اغاني حزينه. كمل الفيديو حتى للتالي، حيت في التالي راك غادي تتفق معايا، ومن هذا الفيديو غادي نعرفوا واش الاغاني حلال ولا حرام، وغادي نعطيك في التالي الراي ديالي في هذا الموضوع. وحتى واحد الحاجه مهمه بزاف خصك تسمعها، ولكن في الاول خلاص ضرب معك واحد اللايك للفيديو وسبسكرايب ويلا نبداو. باش نكون معكم صريح، انا من دوك الناس اللي كيسمعوا الموسيقى بزاف، حتى لواحد الفتره كنت مدمن عليها بزاف، نهار كامل وانا كنسمع الموسيقى وسد على راسي في البيت. وهنا المصيبه، داير مو الطياره على العالم الخارجي، غارق وسط المنطقه ومزيد للصوت حتى للماكس. الوالد كيعيط لي في نفس الوقت كيسب فيا، وانا فين؟ انا شاد ليك بلاي ليست ديال شي رابور وكنتمزج. راكم عارفين البلاي ليست كتكون فيها موسيقى عامره متنوعه، يعني ماشي نوع واحد، اغاني فيهم هايب وفايبس مجهده بزاف، واغاني حزينه كتجيب لي الهم والغم. كنسمع ديك الموسيقى المجهده مثلا امينيم مزيد الصوت حتى للماكس، ناس يجذب بين الدنيا وام الهموم. كتسالي الموسيقى كنسويتشي لوحده اخرى كنلقاها حزينه بحال دوك ستيل ديال اكس 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 اكستنتيشن. راكم عارفين الاغاني ديال هذا النوع هذا. مكتئب وانا ناعس كنتفكر الاحزان والاحداث الحزينه اللي دازت عليا من عام 2000. بلا ما ندوي لكم على الاغاني اللي كانت كتحطني في الوهم والخيال. رابور مصور مع فاليزات ديال الفلوس وراكب في طياره وعايش لافي، كنتخيل راسي انا بحال داك الرابور وعندي فلوس ساينه وطوموبيلات. شويه كتسالي الموسيقى وكنلقى راسي متكي على ظهري وكنشوف في السقف، وما عندي في راس مالي حتى اي لعبه. كنت رابط الاغاني باي حاجه كنديرها في حياتي، ضروري وما كتخصني نسمع الموسيقى وانا كندير شي حاجه، وما نقدرش ندير ديك الحاجه الفلانيه بلا موسيقى. كنظن بزاف منكم يكون تا وقع لنفس البلان، ولا كنتي مازال ما وقع لك هذا البلان الله يهديك، اعترف في الكومونتيرات راه لقاو لك شي حل ولا شي وصفه ونديروا معاك شي حاجه. الاغاني كتفكرك في الاحداث اللي دازت عليك قبل، الاكس ديالك اللي خانتك ولا شي خزعبيله بحال هكذا، انت كتشد على راسك وكتكره الحياه كامله وتكره البنات كاملين، اولا كتكون الموسيقى واعره وزوينه وفكراتك في شي حاجه اخرى. ومن هذا الشيء الاغاني كتدمر لك النفسيه ديالك وكدير لك واحد الفاست ماشي طبيعي في المشاعر ديالك، وكتحكم لك بالمود ديالك والمزاج ديالك، وصافي الا دمرت صحتك النفسيه ما غاديش تكون قادر دير حتى شي حاجه ولا حتى شي دجاجه في حياتك. تخيل معايا تشد شي ولد ضربكم ولا شي واحد بروش وتشدو وتسلخو بالعصا وتضرب باباه بالكراطه، ومن بعد تفرحو وتضحك معاه وتنشط معاه. بالله عليك كيفاش تكون الحاله النفسيه ديالو؟ وراه عباد الله حنا هكذا كيوقع لنا بسبب الموسيقى. كتدخل في دوامه عامره بالاحزان والافكار والستريس. دابا راه الواقع كيف سمعت شي كامل اللي دويت عليه. نعطيكم مثال، كاين شي موسيقى كتوصف لك الحياه ديالك كما هي النيت، كدوي على المخدرات والفساد الحكومي وبزاف د الحوايج الخايبه على المجتمع. تخيل معايا الا كنتي انت ما داير والو في حياتك، كتحس بلي المجتمع حاقرك وما عندك والو في حياتك، لا فلوس لا قرايه لا خدمه، وكتسمع لهذا النوع من الاغاني، انت اوتوماتيكيا كتقارن راسك مع هاد المشاكل اللي كاينه في المضمون ديال الموسيقى، وكتقول مع راسك يا اخ بصح الدوله والحكومه وكذا وكذا، وكتولي كل مره كترجع تسمع لهاد الموسيقى وكتحس براسك فريمون هاد المشاكل انت كتعاني منهم.
وجالس انت ما قادرش تشوف الاخطاء ديالك ولا تصلح راسك براسك وتحل مشاكلك وتخدم على راسك. كتشوف الرابور كيبين لك على انه كينسى المشاكل بالمخدرات والشراب والكمايات، كاين اللي غادي يبغي يجرب بحاله حتى هو يدير داكشي اللي كيدير وكيصدق في التالي خارج على المستقبل ديالو باش ينسى الهموم ديالو. وكلشي جاي مناش من الموسيقى والاغاني. اجيو دابا ندويو على صحاب كومونتيرات اللي كيقول لك لا الاغاني ما كتاثرش عليا وانا ديما كنكون مرتاح وفرحان فاش كنسمع الاغاني. انا متفق معكم، حتى انا من داك النوع اللي كيحماق على شي حاجه سميتها الاغاني، ولكن راه الكلمات كتاثر عليك مع الوقت. واصلا واخا تكون كترتاح وكتحس بالسعاده وانت كتستمتع بالموسيقى، راه تحطك في مود وهمي وكتعطيك سعاده لفتره قصيره. الطول ديالها حد وحد فاش كتسالي الموسيقى، ملي كتسالي كترجع للحقيقه ديالك وكتشوف راسك ما داير والو في حياتك وكتزيد تفاقم الحاله ديالك النفسيه. باختصار الموسيقى كتاثر فيك واخا دير اللي درتي، والادمان عليها كيخليك داير بحال شي واحد رابطين وكيتحكموا فيك كيما بغاو، يا يخليوك ضاحك يا يخليوك باكي. غتلاحظوا لحد الان باقي ما دويتش على واش الموسيقى حلال ولا حرام، حيت هذا موضوع كبير بزاف وفيه اختلافات بين مشايخ كبار في الدين. كاين اللي كيقول حرام، كاين اللي كيقول الموسيقى كتكون حرام الا كانت فيها كلمات خادشه للحياة. ودونك ما غاديش يمكن لي نقول لك انايا واش الموسيقى حلال ولا حرام في هذا الفيديو، وكيبقى الاختلاف في هذا الموضوع. وبطبيعه الحال قليل اللي غادي يجي يسولني يقول لي انت براسك كدير الموسيقى في الفيديوهات ديالك. ببساطه غادي نجاوبك ونقول لك بلي انه كندير انا انستريمون خفيف باش ما يجيش الفيديو فيه الملل. حيت تخيل معايا فيديو فيه 7 دقائق ولا 6 دقائق بلا انستريمون بلا والو غير بالصوت، راه غيجي ممل بزاف وما غاديش يتفرجوا فيه الناس. المهم في الخلاصه ما تنساوش القران الكريم الخوت كيبقى احسن وسيله ديال الراحه. واكيد كلشي غيتفق معايا ولا متفق يخلي واحد لايك وشي كومونتير زويون واخا دير فيه غير قلب الفيديو. والسلام عليكم.